الحمد لله رب العالمين، اختار من عباده من صلح للعبادة وانتقى، خصهم بعنايته ورعاهم برعايته، وأخذ عليهم عهدا وموثقا، صافاهم فاصطفاهم وناداهم فأدناهم وحياهم بالوصل واللقاء، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله القائل: من سره أن ينظر الله إليه يوم القيامة فليكثر من الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد السادات وسلم الرقيات ومنبع الكمالات، صاحب الآيات البينات والمعجزات الظاهرات، الشفيع لمن يصلي عليه يوم الحسرات، سيدنا ومولانا الحبيب محمد. هو الصبر إجمالا، هو الغوث للورى، فلولاه لم تسع القلوب حناجر، هو الجبر في كسر القلوب، وإنه لمن سره تغشى الكثير جبائر، هو البحر تأويلا له المتن واصلا، عليه سفين الصالحين مواخر. اللهم عمر قلوبنا بأنواره وأسماعنا بأقواله وأبصارنا بمحيا جماله وأرواحنا بأسراره، وافتح علينا به وبآله فتوح العارفين بك يا الله. أما بعد، فيا عشاق حضرة النبي الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لقد أصل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في أصحابه مكارم الأخلاق، فكان نعم المربي وهم نعم الرجال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حتى
حتى صاروا مضرب الأمثال على مر العصور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويكفيهم شرفا صحبتهم لحضرته وتمتعهم برؤيته، حتى أصبحوا مرآة لحضرته، فانجلت صورة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فأصبحوا كما قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، رضي الله عنهم. هذا مثال يضربه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لا الحصر في التربية والسلوك المحمدي لأصحابه رضي الله عنهم جميعا. أورده لنا الحافظ ابن عساكر في تاريخه، والسيوطي في جمع الجوامع، والراوي الصحابي الجليل سيدنا جابر الأنصاري رضي الله عنه، أن الحبيب المعلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه يمشي يوما أمام أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. هل ترك الحبيب هذا الأمر؟ أبدا، ولكن الحبيب معلما لنا ولأصحابه رضوان الله عليهم، عندما رأى أبو الدرداء يمشي أمام الصديق رضوان الله عليه قال: يا أبا الدرداء، معلما وموجها ومربيا صلى الله عليه وآله، أتمشي أمام رجل ما طلعت الشمس على أحد منكم أفضل منه؟ بعد هذا التوجيه المحمدي والتربية والسلوك النبوي لسيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، ما رؤي أبي الدرداء إلا وهو ماشيا خلف أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. وها هو حوار ثمر من ثمار التربية والسلوك المحمدي لأصحابه، حوار بين الإمام علي رضي الله عنه والصديق رضوان الله عليه. أورده لنا صاحب كتاب الروض الفائق والشبلنجي في كتابه نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، وسيدي ومولاي الإمام الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني رضي الله عنهم جميعا في كتابه الفريد انتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان. حوار لعل وعسى أن نقتدي بهما ونتأسى بهما في العرفان بالفضل والجميل لكل منهما. أتيا ذات يوم من الأيام إلى حجرة سيد الأنام صلى الله عليه وآله، فقال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: انظروا إلى هذا الأدب الرفيع
انظروا إلى التربية والسلوك المحمدي لأصحابه. قال للصديق رضوان الله عليه: تقدم يا أبا بكر فكن أول قارع يقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق رضي الله عنه: بل تقدم أنت يا علي. وقال سيدنا علي: لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في حقه: ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدي على رجل أفضل من أبي بكر. قال الصديق رضي الله عنه: لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: أعطيت خير النساء لخير الرجال. لم يتوقف الحوار، بل قال الإمام علي: تقدم يا أبا بكر. لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى صدر إبراهيم الخليل فلينظر إلى صدر أبي بكر الصديق. قال الإمام أبي بكر رضي الله عنه: لا أتقدم على رجل قال النبي في حقه: من أراد أن ينظر إلى آدم عليه السلام وإلى يوسف في حسنه وإلى موسى في صلاته وإلى عيسى في زهده وإلى محمد في خلقه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هنيئا لك يا أبا الحسن. قال الإمام علي رضي الله عنه: لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا اجتمع العالم في عرصات يوم القيامة يوم الحسرة والندامة ينادي مناد من قبل الحق فيقول: يا أبا بكر يا أبا بكر ادخل أنت ومحبوك الجنة، ادخل أنت ومحبوك الجنة. فقال الصديق للإمام علي: لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله: يجيء علي بن أبي طالب يوم القيامة على مركب من مراكب الجنة فينادي مناد: يا محمد، كان لك في الدنيا والد حسن وأخ حسن، أما الوالد فإبراهيم الخليل عليه السلام، وأما الأخ الحسن فعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. هل توقف الحوار إلى هذا الحد؟ أبدا والله، بل ما زال موصولا. فيقول سيدنا الإمام علي لسيدنا الصديق: تقدم، فإني لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله:
أنت يا أبا بكر عيني، أنت يا أبا بكر عيني. نعم، هم أعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق: لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل قائلا إن رب العزة يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: يا محمد إني أحبك وأحب عليا وأحب فاطمة وأحب حسنا وأحب حسينا، فسجدت شكرا لله. آل البيت سفن النجاة رضي الله عنهم وعنا بهم. فقال سيدنا الإمام علي: لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل السماوات من القروبيين والروحانيين والملأ الأعلى لينظرون في كل يوم لأبي بكر الصديق. الملأ الأعلى كل يوم ينظر لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. قال الصديق: لا أتقدم على رجل قال في حقه الحق تبارك وتعالى وفي آل بيته ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فقال الإمام علي: لا أتقدم على رجل قال في حقه الحق تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اتصلت السماء بالأرض وهبط الأمين جبريل من عند رب العالمين على الصادق الأمين قائلا لحضرته: إن ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: إن ملائكة السماوات السبع ينظرون في هذه الساعة إلى أبي بكر وإلى علي بن أبي طالب. صل على المعلم صلى الله عليه وآله. ملائكة السماوات السبع ينظرون في هذه الساعة إلى أبي بكر وإلى علي بن أبي طالب ويستمعون فيما جرى بينهما من حسن الجواب وحسن الأدب. فقم إليهما وكن ثالثهما فإن الله قد حفهما بالرحمة والرضوان وخصهما بالأدب والإسلام والإيمان. فخرج النبي من حجرته فوجدهما كما قال له جبريل رضي الله عنهما، فقبل الحبيب كل واحد منهما، ثم قال المعلم صلى الله عليه وآله: والذي نفس محمد بيده لو أن البحار أصبحت مدادا والأشجار أقلاما وأهل السماوات والأرض كتابا لعجزوا عن وصف فضلكما ووصف أجركما. نعم التربية رباها الحبيب لأصحابه،
فهلا تأسينا بأصحاب النبي واقتدينا بأصحاب النبي واعترفنا بالفضل بيننا ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول المعلم صلى الله عليه وآله: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبوا جميعا إلى الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا من لا نبي بعده. أيها المحب، معلوم أن سيدنا العباس عم النبي كان أكبر من الحبيب بسنتين، فلما سئل سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: أأنت أكبر أم النبي؟ انظر إلى هذا السؤال: أنت أكبر أم النبي؟ معلوم أنه أكبر من الحبيب بسنتين. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى التوفيق الإلهي الرباني، الخلق النبوي المحمدي. قال سيدنا العباس رضي الله عنه: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. أي أدب هذا؟ لم يقل أنا أكبر منه، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. ثم يتجلى هذا المشهد ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأورده الحافظ ابن عساكر في تاريخه، تقول أن النبي كان جالسا مع أصحابه، اللهم اجمعنا على رسول الله آمين في الدنيا والآخرة، وكان بجوار رسول الله سيدنا الفاروق عمر وسيدنا الصديق أبي بكر، وكان الأقرب لرسول الله سيدنا أبي بكر. فدخل سيدنا العباس عم النبي على أصحاب رسول الله، فأوسع له الصديق وأجلسه بينه وبين رسول الله، فسر رسول الله لذلك، ثم نظر إلى الصديق وقال له: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل. اجعلوا هذا الحديث بين أعينكم: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل. حتى أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه مر فوجد رجلا في منازعة وهو يستخف بسيدنا العباس عم رسول الله، لم يتركه سيدنا عثمان بن عفان بل ضربه وشد عليه، فقيل له: لما تضربه؟ فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه: أيفخم رسول الله عمه وأرخص أنا في الاستخفاف به؟ يفخم رسول الله عمه وأرخص أنا في الاستخفاف به. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل. أيها الأحباب، اعرفوا الفضل لأهله ولا تنسوا الفضل بينكم. ارحموا صغيركم ووقروا كبيركم، ولا تسيئوا لمن أحسن إليكم، فهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. من أحياها فقد أحيا رسول الله، ومن أحيا رسول الله فقد أحبه
ومن أحبه كان معه في الجنة صلى الله عليه وسلم. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل. لا تنسوا المعروف بينكم لأهل المعروف، وأقل شيء تكافئ به أهل المعروف إن لم تستطع وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. إنها تعاليم نبوية لا بد من إحيائها. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. أيها الأحباب، إذا طال الليل مهما طال لا بد ومن طلوع الفجر، وإذا طال العمر مهما طال لا بد ومن دخول القبر. نودع اليوم بمدينة نيالا غرب السودان رجلا من الرعية الأولى في هذا الطريق، من الذين سبقوا وصدقوا، عاش صابرا مصابرا مرابطا، تقيا نقيا صفيا حبيبا ومحبوبا. عاش في خدمته منذ عهده بالطريق حتى تجاوز 80 عاما، لم يفارق أحبابه ولم يفارق خدمته، عاش فيها ولقي الباري عليها. العم الحاج أحمد ضفعله رحمة الله عليه، وستشيع جنازته اليوم بعد صلاة الجمعة من مجمع الطريقة البرهانية بمدينة نيالا. ومما لا شك فيه أنه له القدح المعلى في هذا المجمع رحمة الله عليه وعلى من سبقون بالإيمان. اللهم ارحمه واغفر له، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، اللهم اجعله في معية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا فينا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا علينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته. اللهم وفق الراعي والرعية لما فيه الخير للعباد والبلاد. اللهم اجعلنا نعترف بأهل الفضل ولا ننكر أهل الفضل وأصحاب الفضل علينا. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا الذنوب، استر لنا العيوب، اجمعنا سويا في روضة سيدنا الحبيب المحبوب سيدنا ومولانا الحبيب محمد. ورضي الله تبارك وتعالى على أهل الفضل علينا، سيدي ومولاي الإمام فخر الدين السيد محمد عثمان عبد البرهاني، سيدي ومولاي الإمام الشيخ إبراهيم، سيدي ومولاي الإمام الشيخ محمد، وعن جميع الصالحين في أمة سيد المرسلين سلفا وخلفا رضي الله عنهم، اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله.